لو بيجي لك صداع بانتظام ومش عارف تفرق هل ده صداع نصفي او صداع عادي، هقول لك دلوقتي على شويه علامات. الصداع العادي بيحصل غالبا بدون مقدمات، بيحصل غالبا في الراس كلها، ما بيبقاش في مكان محدد. الصداع النصفي بيجي في الاغلب في النص اليمين او النص الشمال، وفي الاغلب بيجي في ناحيه واحده ويتكرر فيها. الصداع النصفي بيدي علامات تحذيريه قبل ما يجي، يعني ان الناس اللي بيجي لهم صداع نصفي لو سالته هيقول لك انا ببقى عارف ان الصداع هيحصل لي دلوقتي. وعشان كده في نوع من انواع العلاجات بنديه قبل حدوث الصداع. كمان الصداع النصفي احيانا بيبقى مصحوب بزغلله في العينين، بيبقى مصحوب بقيء او ترجيع، بيبقى مصحوب بدوخه. الصداع النصفي ليه انواع، زي الصداع العنقودي اللي هو بيجي حوالين منطقه العينين، زي الصداع العصبي او التوتري اللي هو بيجي معاه وجع او شد في الرقبه. فالصداع النصفي من اسمه هو بيجي في نص الراس مش في الراس كلها، وبيبقى متركز في المنطقه الاماميه. للناس اللي دايما خايفه من الصداع النصفي ان هو يبقى وراثه، فانا احب اطمنكم ان الصداع النصفي مش وراثي في اغلب الحالات. يعني ما تخافش ان والدك او والدتك عندها صداع نصفي فانت هتبقى زيه، او الموضوع ده هيتورث لابنك لو انت عندك صداع نصفي. ده في الاغلب ملوش علاقه بالوراثه الا في حالات نادره جدا وقليله في بعض الامراض الوراثيه يعني.